السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم. يا رب إن شاء الله دايما تكونوا بخير وبصحة وعافية. اليوم تعملت معاكم طبق فول من ألذ وأشهى الطبقات. انسوا أي فول جربتوه قبل هيك وشوفوا هاي الوصفة كتير روعة وكتير بتشهي، وإن شاء الله تجربوها وتابعوا الفيديو للآخر وتعطوني رأيكم. وشكرا على تعليقاتكم الحلوة وشكرا على دعمكم، وتابعوا الطريقة. أول شي عندي هين 4 معالق زيت زيتون، ممكن زيت زيتون أو زيت عادي، حطهم بالقلاية. وعندي هنا حبتين بصل، ممكن إذا عندكم حبة بصل كبيرة بتكفي حسب الكمية اللي بدكم إياها انتم. راح أدوب هنا البصل بالزيت لغاية ما يذبل شوي، ضلني أحركه عشان يندمج مع الزيت. شفتوا هنا كيف دبل البصل مع الزيت. بعدين راح أنزل عليه معلقة ثوم كبيرة مهروسة، كمان ادمجهم مع بعض عشان يتقلى. لا تنزلوا الثوم مع البصل عشان ما يتحرقش، البصل بيطول بس الثوم بسرعة يتحرق. وهاي تخلوا شوية هيك الثوم على نفس ما هو. وعندي هنا حبتين طماطم قطعتهم قطع صغيرة، طماطم فريش، راح كمان ادبلهم مع بعض هيك ورا بعضهم ورا بعضهم. طبق سهل وكتير طيب ولذيذ. وظلني هيك ادبلهم مع بعض، كل شوي اخليهم شوية هيك، يعني دقيقتين او دقيقة على الغاز. وعندي هنا طماطم معجونة، بحط معلقتين طماطم معجونة حسب الكمية اللي بدكم اياها، اذا تحبوا اكتر ممكن تحطوا. وعندي هنا رشة فلفل اسود، وعندي بابريكا فلفل احمر كمان رشة او نص معلقة صغيرة. وعندي كمان رشة ملحين، مش كتير تحطوا ملح عشان تنسوش الفول بيكون مالح، وتستخدموا اي فول بدكم اياه. وعندي هنا كمون، طبعا الفول محتاج كمون، معلقة كبيرة او نص معلقة كبيرة حسب الرغبة تحبوا الكمون. شفتوهم هنا سبتهم شوي هيك اندمجوا مع بعض. عندي هنا فول معلب، ممكن تستخدموا اي فول انتم موجود في البيت عاملينه سلقينه، او فول جاهز بتحطوه هيك. بعد ما تندمج هيك المكونات مع بعض بتنزلوه على الخلطة، وضلكم شوية شوي هو بيغلي وتدمجوه. واهم اشي بضلكم تكسروا الفول يا بمعلقة يا بأي اشي، تقسموا الحبة وتدخلوها مع الخلطة اللي سويناها. شوفي راح ادخلها، هيها شوفوا اكسر حبة الفول عشان تاخد الطعمة، تندمج كل الطعمة مع بعض عشان تدخل النكهات في بعض. وكتير طبق بيشهي، جربوه واعطوني رأيكم بالتعليقات. شوفوا انا كيف اكسر في حبات الفول، ما بخليه كامل، بكسره. ممكن اي فول تستخدموه مكسر، فول مطحون، اي فول تستخدموه. وشوفوا هلا كيف خليته هيك غلي دقيقتين، دمج مع بعضه وغطيته خليته شوي دقيقتين. عندي هنا كزبرة مقدونس مفرومين راح احطهم من فوق. وعندي هنا فلفل احمر ملون، ممكن تحطوا اي فلفل بدكم اياه، وممكن تزودوا اشياء وممكن تنقصوا اشياء. وعندي كمان هنا فلفل اصفر، يعني كتير بيعطي طعم. ممكن تستخدموا كمان فلفل اخضر، بس تابعوا الطريقة الاولانية كتير طيبة وكتير بتشهي. وهنا هو الفول اهم شي بالجبنة راح تعمل طعمة. عندي هنا غمرة هيك جبنة نص كوباية، شوفوها كيف راح احطها في الوسط، ما بدي احطها بالوسط، بحطها بالوسط وبخليها. بعدين انتم لما تخلطوا الفول كل لقمة بتاكلوها راح تحسوا بطعمة الجبنة مع الفول. شوفوا هلا انا على طول بس حطيت هنا الجبنة، سكرت الغاز وحطيت عليها الغطاية، دابت الجبنة. وهلا بعد ما دابت صبيت عليها زيت زيتون، الكمية اللي بدكم اياها زيت زيتون من فوق. وهنا شوية جبنة كمان، شوية مقدونس كزبرة ناعمين.
وشوفوا الطبق طلع بشهي. وممكن تستخدموا قد ما بدكم فول، وكتير طعمته روعة. وجربوا الطريقة، كتير كتير لذيذة وطيبة. ولا تنسوا لايك للقناة، وإذا عجبكم الفيديو شكرا لكم جميعا، مع السلامة.